هذه أخت تقول هي مقتنعة في زوج تقدم لها كامل القناعة، لكنها مشكلته في شكله وتحديدا في اللحية الطويلة. لحيته طويلة، طول مضايقها، هو الشيء الوحيد التي يرده. هل أقدم وأتزوج أم لا أقدم؟ نعم، هذه الأمور في العادة بشكل عام يبحث عنها بميزانين، أو عفوا بكفتي ميزان، ما حسنات وما السيئات. هذه الكفات المعتادة التي نعرفها. طول اللحية ما الذي يعنيني أنا وما الذي يضايقني فيه؟ ثم ما الحسنات التي عند هذا الإنسان؟ هذه الحسنات هل هي قوية جدا تبهجني؟ وهل أنا كإنسان أيضا قادر على التجاوز عن الهفوات؟ ومن ضمن هذه الهفوات طول لحيته. قد تقول يا عبد الله ممكن يقصر لحيته وترتاح معه. هل هذه الإنسانة تطلب قص اللحية أم تقصير اللحية؟ ثم ما مفهوم قص أو تقصير اللحية عند ذلك الإنسان تماما؟ هل تقصير اللحية ربما يجعله يظهر عند نفسه أنه مجرم في حق الله سبحانه وتعالى وغيره؟ وإن كنا نرى مجموعة من مشايخنا الفضلاء قد قصروا من لحاهم، ولا نعرف أن هذا شيء ضد الدين، وهذه فتوى للعلماء. لكن هذه مسألة خلافية بين العلماء. أقول ما نراه يعني في هذا الشيء أنهم يقصرون ولا بأس، وبعضهم لحيته خفيفة ولم يضر في علمه. لكن بعض الناس قد تكون اللحية عنده رمزا دينيا أكثر منها عبادة وإشعارا أني متدين وليس ذات التدين. يجب أن نفرق. ما أدري معي في هذه ولا لا؟ أنا معك متفق. أحيانا تكون تعبير عن الانتماء الديني وليست هي بذاتها عبادة. ولذلك حقيقة إذا يجب أن نقيم هل هي ترى هذا الزوج هي تبعبد الله بها أم هي تعبير عن التدين. إذا كانت تعبير عن التدين فهو من الخطأ أن تلمسها، لأن تلمس الرمزية عنده عفوا في انتمائه الديني، رغم أنها لحية فقط لو قارنتها بأمور أخرى كبيرة. أما إن كانت تعبد فهذا ممكن يسأل أنها خلاف أو غيره. كيف نفرق؟ إذا ذكر الخلاف إذا تشنج فهو يستخدمها كرمزية دينية، أما إن لم يتشنج وكان معطاء فيها كما هي القضايا الخلافية فهذا فيه مجال أن تتعامل معه. كيف تتعامل مع اللحية؟ إذا وجدت شيخا من مشايخ ممن ينتمي إليهم ممن يرون رأيا في اللحية ورأت في هذه الصفات، أقول أن تقبل على الزواج منه ولا تتردد. الحقيقة إذا وجدت الصفات المميزة، ثم مسألة هذه اللحية تبدأ فيها هي نفسيا في التعامل مع إن كانت تضايقها. والشرع تماما هذه العلماء الشريعة لا يرون في شيء من تقصيرها ولو تقصيرا خفيفا، تبدأ في عملية ترتيبها وليس تقصيرها، تهذيبها، تنظيفها، تمشيطها، كذا. تجعل القضية هذا جزء من تجمله هو أن يرضى عن ذاته، ولا تنظر أكره أو أحب، تجعل هذا زاوية. تدريجيا تستطيع أن تتعامل معها. ربما بعد فترة تكون معشوقة عندها، لأن الإنسان مع الوقت يبدأ يحب المعشوق وما حوله. ولذلك قيس، أظنه قيس ليلى، حينما كان يدور بين ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار جدار، وما حب الديار جخافن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فبعدين لما تتزوج هي لا تعرف الحب الآن، حينما تعرفه ستستمتع بالعيب الذي عند ذلك الزوج، يستمتع بالعيب الذي عنده. فلذلك يتأكد هل حققت الدرجة الأولى من الحب، تذكرها سميتها لك بماذا؟ بالميل، أو عفوا الارتياح. ثم هل وجد الميل؟ ثم بعد ذلك هذا هو الطريق إلى الحب. ولعله في لقاء مقبل أحدثك عن سيكولوجية الحب. جميل. أنت أستاذ غير عادي لما تتكلم عن الحب يا أبو علي.